طب خليني اقول لك حاجه، هو العادي ان انت تترفض، وعايزه اقول لكم ان الرفض ده جزء منه بيساعدنا ان احنا نتعلم. انا خلال السنين اللي انا اشتغلت فيها في مجال الاتش ار لقيت نفسي جدا جدا في كل حاجه ليها علاقه بالبيبل اند كلتشر اند تريننج. في نفس الوقت الاتش ار بيتضمن الجزء بتاع بقى المرتبات والاوراق القانونيه وغيره. ساعات كنت بدخل انترفيوز وبترفض بسبب السبب ده، هم عايزين حد شاطر قوي في الجزء الخاص بالمرتبات والاعمال الورقيه وغيره. وساعات كنت بخرج واتضايق اقول هو انا محتاجه اذاكر اكتر في الجزء ده. بعد كده اكتشفت ان لا، انا شاكره ان انا اترجكت في كل الاماكن اللي كان ليها علاقه بالبير والبيرسونال، ان مش هو ده اللي انا بحب اعمله. انا شغلي ونقطه قوتي هو الانتربيرسونال سكيلز والتريننج، دي الحاجه اللي انا قويه فيها. انا بعرف اعمل كوتشنج للبيبل، بعرف اعمل ترانسفورميشن للبيهيفير بتاعهم، وده بيأثر جامد جدا على البرودكتيفيتي. لاني اترجكت في كل الحاجات دي، ده خلاني اركز واتقبل في الحاجات اللي ليها علاقه بالبيبل اند كلتشر، وده اللي ساعدني اكون مكاني دلوقتي. ان انت تترجك ده مش معناه ان انت شخص عندك مشكله، ده معناه حاجتين: لا اما انا في سكيلز معينه محتاجه اشتغل عليها لو انا فعلا عايز الوظيفه دي، او اسال نفسي هل هو ده فعلا اللي انا بدور عليه. وفي الحالتين قدموا دايما على شغل وترجكوا، لان اكتر حاجه هتخليكم تبقوا واثقين من نفسكم مع الوقت وتعرفوا تخشوا انترفيو رايقين جدا ومش متوترين خالص، هو ان انت تدخل انترفيوز كتير فتروح منك الرهبه بتاعت الانترفيو لغايه لما يجي الوقت اللي تدخل انترفيو في المكان اللي انت فعلا نفسك تتقبل فيه وتعمل انترفيو حلو جدا وتجيت اكسبتد.